مرحبا بكم أصدقائي الرائعون. تعتبر كرة القدم هي الرياضة الأولى في شمال قارة إفريقيا، وهي غالبا ما تلعب في ملاعب متعددة الاستخدامات تستضيف رياضات أخرى غير كرة القدم مثل ألعاب القوى. في هذا الفيديو نقدم لكم قائمة بأكبر 15 ملعبا في شمال إفريقيا، تم ترتيبها حسب سعة المقاعد وحسب الحد الأقصى لعدد المشاهدين الذين يمكن أن يستوعبه الملعب في المناطق المخصصة للجلوس. لكن أصدقائي، قبل أن نبدأ ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات. الملعب الأولمبي بالمنزه في تونس. الملعب الأولمبي بالمنزه هو ملعب رياضي متعدد الاختصاصات يقع بالمنزه بتونس. تم إنشاء الملعب سنة 1967 بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط على أنقاض ملعب يونغ بيريز، وتم تجديده سنة 1994 لاحتضان كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم سنة 2004. ظل الملعب الأولمبي بالمنزه ملعب العاصمة الرئيسي إلى حين إنشاء الملعب الأولمبي برادس سنة 2001. تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 45 ألف متفرج. ملعب الجيش في مصر. ملعب الجيش يسمى أيضا ملعب الجيش بالسويس، وهو ملعب مخصص لكرة القدم ويقع في السويس في مصر. تم افتتاحه عام 2009، وهو معقل نادي بتروجيت. تبلغ طاقته الاستيعابية 45 ألف مقعد. ملعب مراكش الكبير بالمغرب. يقع الملعب في مدينة مراكش المغربية، وهو ملعب متعدد الاستخدامات. تم افتتاحه في يناير سنة 2011. احتضن الملعب نهائي كأس العالم للأندية سنتي 2013 و2014. تبلغ طاقته الاستيعابية 45240 مقعد، وهو معقل نادي الكوكب المراكشي. ملعب أدرار بالمغرب. ملعب آغادير أو ملعب أدرار بالأمازيغية، وتعني الجبل، يقع في مدينة آغادير. شكل الملعب الخارجي عرف انتقادات كبيرة، لكن الطبيعة الزلزالية للمنطقة التي شيد بها الملعب جعلت تشييده يلزم القائمين على المشروع بمضاعفة إجراءات السلامة وتشييده بدقة متناهية باستعمال أحدث التقنيات في هذا المجال، والاعتماد على الردوم المدعمة بالإسمنت كأساسات للمدرجات. تبلغ طاقته الاستيعابية 45480 متفرج، وهو معقل نادي حسنية آغادير. المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب. يقع مركب محمد الخامس بالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية. تم بناؤه في 6 من مارس سنة 1955 تحت اسم مارسيل سيردون، وتم تغيير اسمه إلى الملعب الشرفي ثم مركب محمد الخامس. طاقته الاستيعابية 45770 مقعد، وهو معقل قطبي كرة القدم بالدار البيضاء الرجاء والوداد. ملعب تيزي وزو الجديد بالجزائر. يقع ضمن مدينة تيزي وزو الواقعة في منطقة القبائل. هو ملعب عصري بمدرجات كلها مغطاة، لا زالت الأشغال جارية به. عرف هذا الملعب تأخرا كبيرا في إنجازه، وتكلفته الضخمة جدا بلغت 350 مليون أورو. تبلغ طاقته الاستيعابية 50 ألف متفرج. ملعب الأمير مولاي عبد الله بالمملكة المغربية. المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله هو مجمع رياضي افتتح رسميا في عام 1983.
وهو يقع في الجنوب الغربي للعاصمة الرباط وعلى مقربة من الطريق السريع، وهو مجمع متعدد الاختصاصات. رغم تصميمه القديم يعد هذا المركب معلمة رياضية بامتياز، بحيث يتوفر على أحدث الأجهزة والمرافق تستجيب للمعايير الدولية. طاقته الاستيعابية تبلغ 52 ألف مقعد، وهو معقل نادي الجيش الملكي المغربي. ملعب 19 مايو 1956 بالجزائر، يقع في مدينة عنابة الجزائرية. يعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه نادي اتحاد عنابة مبارياته. افتتح الملعب سنة 1987. يشهد الملعب حاليا أشغال إعادة التهيئة ليصبح في حلة جديدة. تبلغ طاقته الاستيعابية 53 ألف مقعد، وهو يعد ثاني أكبر ملعب في الجزائر بعد ملعب 5 يوليو. الملعب الأولمبي برادس. الملعب الأولمبي برادس في تونس هو ملعب وطني متعدد الاختصاصات يقع في المدينة الرياضية برادس، الواقعة في رادس بالضاحية الجنوبية لمدينة تونس. تم إنشاء هذا الملعب عام 2001 لاحتضان دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2001، وتبلغ طاقته الاستيعابية 60 ألف متفرج، وهو الملعب الرسمي للمنتخب التونسي، ويلعب فيه النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي مبارياتهما الوطنية والدولية. ومنذ سنة 2020 اتخذ الملعب اسم الملعب الأولمبي حمادي العقربي. ملعب طرابلس الدولي بجمهورية ليبيا هو ملعب متعدد الأغراض، وهو الملعب الرسمي للمنتخب الليبي وبعض أندية العاصمة الليبية طرابلس. افتتح الملعب عام 1970. تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 65 ألف مشجع. ملعب ابن بطوطة بالمملكة المغربية هو ملعب متعدد الاستخدام في مدينة طنجة شمال المغرب، يبعد عن وسط المدينة بحوالي 10 كيلومترات. افتتح الملعب عام 2011. الملعب يخضع حاليا لأعمال توسعة مدرجاته لرفع طاقته الاستيعابية. الأشغال تهم استكمال بناء جنبات الملعب وبعض المرافق، والأشغال به حاليا بلغت مراحلها النهائية، ليصبح الملعب في شكله النهائي بطاقة استيعابية تبلغ 65 ألف مقعد، ليكون بذلك أكبر ملعب بالمغرب، وهو معقل نادي اتحاد طنجة. ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر، يقع هذا الملعب في بلدية دالي إبراهيم بالعاصمة الجزائرية. سمي على يوم تاريخ استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو 1962. طاقته الاستيعابية 66 ألف مشجع. حاليا هو أكبر ملعب في الجزائر. ملعب القاهرة الدولي، تم افتتاح هذا الملعب سنة 1960 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وكان يحمل اسم ملعب ناصر، وتم تجديده سنة 2004. يقع في مدينة نصر شمال شرق القاهرة. تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 75 ألف مشجع، وهو معقل قطبي كرة القدم بمصر الأهلي والزمالك. ملعب برج العرب، يقع في جمهورية مصر العربية، وبالتحديد في حي العامرية في مدينة الإسكندرية المصرية، وهو ملعب حديث الإنشاء تم بناؤه عام 2007، وله أهمية كبيرة في الوسط الرياضي المصري، وتقام عليه أغلب مباريات المنتخب المصري لكرة القدم. تبلغ طاقته الاستيعابية 86 ألف مشجع. ملعب العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، يقع ملعب العاصمة الإدارية الجديدة جنوب مقر وزارة الدفاع الجديدة،
على طريق القاهرة العين السخنة في العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. والجدير بالذكر هنا أن هذا الملعب ما زالت الأشغال جارية به ولم تنتهي بعد، وقد بلغت مراحلها الأخيرة، حيث يتم في هذا الوقت الاشتغال على تركيب أرضية الملعب. الملعب يتسع لحوالي 90,000 مشجع، كما يعد هذا الملعب ثاني أكبر ملعب في إفريقيا بعد ملعب سكر سيتي بجنوب إفريقيا. أصدقائي، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات.